في الفيديو اللي فات عرفنا ازاي محمد علي وصل لحكم مصر وكيف استفرد بالحكم وأزال جميع العقبات أمامه، سواء كانت المماليك أو الإنجليز أو الزعامة الشعبية. وأنصح حضراتكم تشوفوا الفيديو. بعد تسليم زمام حكم مصر كان كل همه إنه يدخل نظام جيش قوي وحديث بري وبحري، خوفا من أي غارات خارجية والاستقرار الأمور الداخلية. وما كانش ينفع الاعتماد على الجيش العثماني بعد هزيمته في أبو قير أمام الجيش الفرنسي. لذلك طلب محمد علي من فرنسا معلما عسكريا يساعده على تدريب العناصر على نظام حديث لتكوين جيش، فتم انتخاب الكولونيل سيف اللي أسلم بعد كده وغير اسمه لسليمان باشا. وصل الكولونيل مصر سنة 1819، ومحمد علي اختار 500 مملوكي وسفرهم أسوان عشان يتدربوا على يد الكولونيل. ومع الوقت عظماء مصر أرسلوا ممالكهم للتدريب لحد ما وصلوا 1000 مملوكي، وبعد كده يكونوا دول هم نواة جيش النظامي في مصر. وتحولت أسوان لمركز عام للتدريب الجديد. ولكن اشمعنى أسوان بالذات؟ لخلوها من أي مشاغل للشباب المتدرب وبعدها عن الأنظار. محمد علي شيد 4 ثكنات كبيرة عبارة عن مأوى كبير ومدرسة، وكان متخوف جدا يبني جيشه من الأتراك أو الأرناؤوط، نظرا إن هو معروف عنهم كثرة الاعتراض، وما كانش ينفع يختار من المصريين لأنهم كانوا غاضبين منه جدا لكثرة الضرائب. لذلك ما كانش قدامه غير يجيب أفراد من السودان. جاب منهم 30,000 دخلهم منفلوط في الصعيد على الشاطئ الأيسر للنيل، ولكن التجربة لم يكتب لها النجاح بسبب موت السودانيين، نظرا لعدم ملائمة البيئة لهم وضعفهم بسبب الخدمة العسكرية الشاقة. لكن ده ما قللش عزيمة محمد علي، بالعكس زودها، والمرة دي جازف واختار أفراد الجيش يكونوا مصريين، وبدأ في إلقاء الخطب اللي أثارت خواطرهم مع وجود قلة تمردت ولكن تم معاهم. وبدأ محمد علي يغدق عليهم المأكل والملبس. في يناير 1823 تم تكوين 6 آليات، والمماليك كانوا ضباط آليات دي، واستمر تدريبهم على التقسيمة دي حتى 1824، وتم إنزالهم إلى القاهرة، وتم إرسال الآلية الأولى لبلاد العرب، والآلية الثانية إلى سنار، والأربعة الباقيين إلى مارا في اليونان بقيادة ابنه إبراهيم باشا. الموضوع نجح، فشرع في تشكيل جيل جديد بتدريب الجنرال بوير وبودين اللي طلبهم من فرنسا. والحقيقة تقال إن المصريين أظهروا مهارة فائقة ونشاط عظيم، فتم ترقيتهم لصف الضباط. بعد تخلص محمد علي من المماليك في مذبحة القلعة، فكر إنه لازم يبني في قمة جبل المقطم حصنا على الطراز التركي، ويكون أكثر قدرة على المقاومة لأي محاولة للاستيلاء عليه. الحصن ده مربع الشكل ضيق النطاق متحوط بسياج من الحجارة، وفي وسط برج، والبرج والحصن مسلحين بالمدافع، وكل ده حتى يكون الجبل في قبضة محمد علي. داخل القلعة على عدد من المباني تستخدم كقصر للباشا ومكتب للإدارة وثكنة عسكرية ومسجد زين بالمرمر الأبيض من مناجم قريبة. بعد الانتهاء من المسجد تم عمل مصنع أسلحة ومثبت لصنع قاذفات المدفعية وأي أدوات خاصة بالبحرية من النحاس. المصنع ده تدار حركته بواسطة آلة بخارية بقوة 20 حصان. والشيء المدعى للفخر أن صناعات هذه المصانع كانت في غاية الإتقان ويحاكي الطراز الفرنسي، والفضل في هذا للانضباط والإنتاج يرجع لأدهم بيك رئيس المدفعية ومؤسس هذه المصانع، تركي الأصل، تعلم الفرنسية من نفسه من غير معلم. محمد علي ما اكتفاش بكده، حفر داخل جبل المقطم وجعلها مخازن للبارود والمفرقعات تحسبا لأي أخطار،
وعلى بعد ميلين أنشأ مدرسة للمدفعية عشان يخرج دفعات لخدمة المصالح الحربية، وعمل لهم ميدان واسع للتمرين على مناورات بمدفعيات تحاكي المدفعيات الأوروبية. المدرسة دي ما كانتش لتعليم فنون القتال فقط، بالعكس كانت بتاخد الطفل من سن 10 سنين وتدرسه اللغة العربية والتركية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية والحساب والجبر والهندسة والميكانيكا والرسم وفن الاستحكامات وفن المدفعية والبحرية بجميع فروعها. والتدريب العملي بيكون على سفينة شراعية راسية أمام المدرسة. والمميز إن جميع الطلبة كانوا حقا راغبين في التعلم والاجتهاد. وبعد فترة بدأ المتخرجين من هذه المدرسة يتعينوا ويعلموا تلاميذ جدد. وبعد نجاح هذه المدرسة أنشأت واحدة تانية في دمياط وواحدة كمان في الجيزة خاصة بتخريج فرسان ضباط. الفوائد المحصلة من تعليم وتدريب هذه التلاميذ لم يكن فقط تجهيز جيش قوي قادر على الدفاع عن مصر وتوسيع رقعتها، ولكن أيضا ساهم في تهذيب طباع المصريين بعد سنوات طويلة من الاستعمار والفوضى والظلم والقهر. المصريين كانوا أكثر ناس استعدادا ليصبحوا جنود ممتازين لقوة بنيانهم وقناعتهم وجلادتهم وتحملهم للمشاق والصبر، ده غير إقدامهم على الخطر واقتحامهم للنار بلا خوف. وتعالوا أحكي لكم عن أبطال جسدوا كل اللي سبق ده. كان في جند من اللي قاتلوا في حمص اسمه منصور من فرسان الفرقة السبعة، قطرت ذراعه أثناء القتال، مرضيش ينسحب من ميدان الحرب وفضل يقاتل بشجاعة حتى استشهد. أما في حرب قونية جميع الجرحى اللي اتعالجوا سابوا المستشفى بعد ما قدروا يحملوا السلاح رغم أوامر الطبيب بالتزام السرير، وراحوا ميدان القتال ليكملوا الحرب مع زملائهم. وفي منطقة أخرى للحرب سقط جندي من ظهر الجواد واتصاب، فجرى عليه أحمد باشا المناكيلي وقدم له حصان يوصله لمؤخرة الجيش، ولكن الجندي رفض وقال إن أكرم له يكمل مع إخوانه. في يوم من الأيام سليمان باشا كان بيستعرض فرقة لسه واصلة لميدان الحرب، فلاحظ بين صفوفها شاب عنده 16 سنة طويل ونحيل اسمه الحاج علي. سليمان باشا ما كانش راضي بوجوده وعاوز يخرجه من الفرقة، وقال إن ده ما يكونش غير سقط الجند. فرد عليه وقال له هبرهن ليك في أول فرصة على إني أهل للجندية وإن نظرتك خاطئة. وبعد وقت الحامية اللي موجودة داخل حتى حوصرت وتم تشتيتها، والفرقة التانية اللي كانت في المقدمة اتهزمت، فقد تقدمت الفرقة التالتة واللي فيها الحاج علي وشدت من أزر الحامية وأرجعتها لموقعها. وتقدم الحاج علي وخاطر بنفسه وأنقذ اليوزباشي من الأسر وأسر ضابط تركي، وجاب الاتنين لسليمان باشا وسأله انت لسه شايفني سقط الجند؟ في حرب مصر ضد الوهابية لفت نظر محمد علي لضرورة وجود أسطول بحري، فبدأ في قطع أشجار التوت والنبأ في وجه إبلي وبحري وجلب أخشاب من بلاد الروم. وفي ساحل بولاء عمل ترسانة ودار صناعة وورش اتجمعوا الصناع فيها وعملوا 4 سفن كبيرة، واحدة منهم اسمها الإبريق، وده كانت في سنة 1224 هجرية. وبدأوا في نقل السفن قطع منفصلة للسويس وتم تجميعها هناك. في البداية صناعة السفن مقتصرة على نقل الجنود والمعدات فقط وليست للاشتباك، وبعد فتح السودان تم عمل بها مصنع زي بتاع بولاء واتعمل فيها سفن مسلحة بمعدات قتال. يبقى كده عندنا دار صناعة ببولاء والسويس والخرطوم واسكندرية، وبدأنا في تكوين أسطول بالبحر المتوسط. المشكلة إن السفن اليونانية كانت دايما بتشن غارات على السواحل العثمانية، فاضطر محمد علي شراء سفن من مصانع أوروبا من نوع الفرقاطة وتعيين لها قوات بحريين من الأتراك والفرنسيين والطليان.
وبكده أبحرت السفن المصرية بسرعة لحماية سفنها التجارية اللي بتتعرض للإغارة مع قرصان الروم. في سنة 1823 طلب خسرو باشا أمير الأسطول العثماني الإقلاع إلى الإسكندرية للإصلاح وأخذ ما يلزم من الذخائر الحربية، ولما خلصت سنة 1824 حصلها الأسطول المصري بقيادة محرم بيك، وبكده بقت 99 سفينة، 36 سفينة تجارية بس منهم محملة بذخائر والباقيين حربي. السفن المصرية كانت نجدة للأسطول العثماني وحقق انتصار في حربها ضد اليونان، فالدول الأوروبية اتعصبت ودخلت أساطيلها لميناء نيفرين، وكانت مجموعها 26 سفينة اتجهوا على ميناء مصر وانطلقت عليها القنابل. نظرا ان الموضوع كان مفاجأة فحدث تلفيات كبيرة اللي قابلها محمد علي بصدر رحب، وسارع في سد الفراغات بإصلاح ما يمكن إصلاحه، واشترى جديد ليكمل عدده. ومن هنا بدأ الاعتماد على نفسه لتشييد أسطول عظيم أحسن من أسطوله الأول، ومن هنا صنفت أسطوله بثاني أسطول على مستوى العالم. وفي النهاية عزيزي المشاهد أحب أسألك، عرفت